السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم طورطه، يعني طرطه اقتصاديه سهله بسيطه لكل المبتدئات، يعني بدون تعقيدات. نتمنى تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنا في كاسرونه راني حتى بديت غادي نديرها وتفكرت بغيت نصورها معاكم. كاسرونه درت فيها 2 معالق كبار ديال النشا و3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. يعني السكر كيبقى دائما على حسب الذوق. انا هنا غادي ندير معاكم الكريمه اللي سهله واقتصاديه بطبيعه الحال. هنا راه درت معكم هاد الطرطه يعني اقتصاديه بالنسبه للمبتدئات واللي كيبغاو هكا يعني في اي مناسبه، اعياد ميلاد، شي مناسبه هكا وبغينا نديرو طرطه ما بدون كريمه سائله بدون اي تعقيدات. هنا كيف شفتوا معايا رانا زدت نص لتر ديال الحليب، يعني نصف لتر ديال الحليب، وزدت معلقه ديال نكهه ديال الفرامبواز، وواحد الساشي ديال الفلون ديال نكهه الفريز. راني وريتكم الساشي ديالو ديال درهم ونص. مهم كان كيدير درهم ونص، والله ما عرفتش دابا شحال واش تزاد ولا لا. درت الملون هنا درتو راه وردي، ساعه ما خرجش ليا اللون احمر كيف ما بغيت، وزدت اللون احمر. هنا حركته على البارد مزيان حتى دابوا ليا دوك المكونات. عاد درتو فوق من النار مهيله، دائما مع التحريك المستمر. خديت هنا واحد الاطار ديالي مربع، نتوما اللي بغيتو ديروا دائري ولا مربع اللي عندكم. وخديت ديك الكرتونه اللي كتكون يعني كتباع عند مول بائع مستلزمات الحلويات. وهنا خديت يعني كيف قلت لكم راه هاد الطرطه بلا جينواز بلا حتى شي حاجه، بلا كيكه بلا والو. هنا خديت هاد البسكوي اللي كيكون على هاد الشكل هذا، راه داير 2 دراهم. هنا اللي غنديرو كقاعده، يعني في بلاصه الجينواز فهو كيجي خطير، كانك كديري جينواز ديال الطبقه الاولى. المهم انا خديت هنا راني درت 4. نتوما كتبقاو على حسب نتوما واش تكبروا ولا تصغروا، بغيتو ديروا غير 3 الوحيدات ديروهم. انا هنا درت 4 الوحيدات باش تجيني هكا طارطه اللي تكون بحجم عائلي، تكون كبيره وتكون يعني تقد ناكلوا فيها ونشبعوا، ماشي غير ناكلوا المهم من بعد ما استفت داك البسكوي في الاطار، دزت دائما كيف قلت لكم مع التحريك المستمر كنحركوا الكريمه ديالنا حتى كتقال. من بعد كنزيد انا هنا 6 ديال الشوكولاتات بيضين. انا هنا استعملت كالا، ممكن انكم تستعملوا الشوكولاط اللي متوفر عندكم. وحركت مزيان حتى داب ليا داك الشوكولاط. هاد الشوكولاط كيعطي واحد المذاق لهاد الكريمه هادي. كيف شفتوا معايا كنقاد داك البسكوي وكنقادو مزيان على الجوانب. وهنا غادي نزيد الكريمه واحد ياغورت ديال 2 دراهم، يعني بنكهه الفريز. غادي نخلطو حتى هو غادي يزيد مذاق وغادي يعقد لينا ديك الكريمه، غيزيد يعقدها لينا. صافي غنحرك مزيان حتى غادي ينسجموا ليا هاد العناصر مزيان. صافي وغنخويهم فوق هاد الطبقه الاولى. صراحه طارطه اللي هي ساهله من اسهل ما يكون، يعني بسرعه كتوجد وما كتحتاجش منا لوقت اللي هو تبات ولا شي حاجه. انا تقريبا درتها يعني في هكا في العشيه دغيا وجدتها الليل. صراحه انا كنت هاد الطارطه بغيت نوجدها معكم ونحطها معكم في نصف النهائي ديال المنتخب ديالنا، بما ان كلشي دار هذا الطارطه ديال الرايه المغربيه اللي صراحه كتشرفنا. حتى انا نهار الماتش ديال نصف النهائي درتها لوليداتي. هنا خليتها واحد 5 دقائق فوق هكا غير هكا فوق البوطاجي، وعاد درتها في الثلاجه شويه تبرد. من بعد غادي ندوز للكلاصاج.
الكلاصاج اللي ساهل في الحقيقة ودون يعني بدون تعقيدات حتى هو. درت فيه نص كاس ديال الماء عادي من روبيني، واحد 3 د المعالقات ولا 4 ديال السكر سنيدة، يعني السكر دائما الحلاوة كتبقى على حسب الذوق. وغادي ندير واحد الفلون ديال الفريز حتى هو. حنا احتاجينا 2 فلون فريز، يعني هاد الطارطة هادي راه كتقام علينا رخيصة، يعني قل من 20 درهم. انا حسبتها البنات، حسبت راه قل من 20 درهم تقامت عليا هاد الطارطة، سهلة واقتصادية. صافي غادي نزيد هنا شوية ديال تقريبا علين معلقة صغيرة ديال الفرامبواز. النكهة راه كتباع في عند بائع مستلزمات الحلويات، راه موجودين. هاد الطويصة راه كدير 5 دراهم. وهنا هو اللون اللي درت باش خرج ليا اللون حمر على حساب الرايه. راه اللون الاول قلت لكم درتو وردي ما خرجش ليا، قلت واخا نقوي منه شويه باش يخرج ليا ساعه مخرج. المهم انا درت اللون حمر ها هو، درت في الكريمه ودرت هنا في الكلاصاج، درت غير شويه تقريبا راس معلقه. وغادي نحرك هكا على البارد مزيان حتى ما غاديش يبقى باين لينا داك الحبيبات. صافي وغنديرها فوق النار غير تاخد الغليه ديالها صافي ونحيدها، ما نخليوش بزاف. كيف شفتوا معايا صافي غير كيبدا تطلع ديك الغليه من الجناب صافي وكنطفي عليها البنات. صافي من بعد ما كتطلع ديك الغليه كنطفي عليها، كنخليها غير شويه تبرد. وكنجيب ديك الكيكه ديالنا او الطارطه وكنخوي هاد الكلاصاج فوق منها. هنا ردوا البال، لا رديتوا البال ان الاطار ديالي ما كنتش يعني مزيره مزيان، بدا كيخرج ليا داك الكلاصاج من التحت. نتوما ضروري انكم تردوا البال وتجمعوا ديك المربع ديالكم او الاطار ديالكم مزيان باش ما يخرجش لكم هكا، ما توقعوش بحالي. ولكن ماشي مشكل، انا عاود قاديته صافي وحاولت ان داك الكلاصاج اللي بقى ما يهبطش مازال. صافي حيت هو غير واحد 5 دقائق كيبدا يبرد شي شويه صافي كيجمد. صافي هنا درتها في الثلاجه حتى بردات، يعني واحد تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه. هي كل ما بردات كل ما كتجي المذاق ديالها زوين. من بعد هنا راني صوبت النجمه بباط سكر، يعني عجينه الشوكولات. درت النجيمه ديالي غير هكا، حربلت عجينه الشوكولات وقديت النجيمه صافي وغنحطها هنا في الوسط. هنا راه كان ديك الساعه سالا الماتش وخسروا المنتخب، يعني راني شويه معصبه، ولكن الحمد لله صراحه راهم يعني لعبوا ووصلوا لواحد المستوى الحمد لله. فرحونا فرحونا والله القسم زعما واخا ما مهم. المهم هو انهم شرفونا، وكان اول منتخب عربي اللي وصل للمربع الذهبي، كنفتخروا به الصراحه. فهذا في حد ذاته راه انجاز وانجاز كبير اننا اول مره نوصلوا للمربع الذهبي او نصف النهائي. واخا راه ما كانش الحظ حتى هو جا ضدنا، والحكام حتى هما الله يهديهم الله يهدي ما خلق. المهم قدر الله ما شاء فعل. المهم هو ان كسبنا قلوب العرب كامله، والرايه المغربيه ترفعات في العالم العربي والعالم وافريقيا كامله. هذا شرف كبير لينا والمغرب كامل. من بعد درت هكا الاسم. فالصراحه راه جات طارطه اللي هي رائعه ولذيذه الصراحه. غير جربوها البنات، واخا راه جا الفيديو متاخر، ولكن هذا جهدي يعني. صافي كنت عيانه ما قديتش نمونطي الفيديو حتى اليوم عاد مونطيته. المهم كتبقى اي وقت في اي وقت هاد الطارطه راه تقضي لحقاش راه هي الرايه مغربيه كتكون دائما معنا في قلوبنا. نتمنى الفيديو ديال نهار اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وتجربوا ان شاء الله هاد الطارطه وتنجح معاكم، وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق.
وشكرًا للمنتخب المغربي اللي فرّح الشعب المغربي والدول العربية، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.